السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. شوفوا النهاردة هنعمل ايه. احنا هنعمل مخروطة، بس هنطيب بطاية حلوة الاول كده. وينفع مخروطة من غير شوربة؟ لا طبعا. طبعا نزلنا بالطماطم والبصلاية الحلوة دي، فلفل اسمر، ملح، حبهان ولا جرورة، بهارات السبع حبات. مش ياما جو البهارات يعني للبط. عاوزة تحطي جرفة خشب عادي او بودرة. البهارات اللي احنا بنحبوها بنحطها، وحبيتين او 3 حبهان بس، مش ما بنكتروش عشان ريحة البط تبقى حلو. هو مبيبقاش فيه زفرة ولا اي حاجة، لان احنا بنبقى غاسلينه حلو. طبعا هنعمل شوية مخروطة. لو حابة تعملي كمية صغيرة مش ياما ما تتعبيش نفسك فيها، هقولك ازاي. ننزل بشوية مية قد مج ونص مية. انا نقصت المية تاني، لقيتها زيادة نقصتها تاني. نقصتها بالملح. وهتنزلي ب6 كوبايات من الدقيق، المج الشاي العادي. لو انت حابة تعملي كمية على الجد يعني، هو معادل نص كيلو دقيق، 6 كوبايات 600 جرام دقيق. يعني نص كيلو 100 جرام عليه زيادة. فبقين ان انا عاملة دقيق من الدقيق الغلة الطحين بتاعنا. واهم حاجة في عجينة المخروطة تكون لبسة، او عجينتها ناشفة شوية، زي ما بتسموها احنا بنقوله لبسة شوية. تنزلي ب6 كوبايات مج الشاي الابيض بتاعنا العادي. لو حابة تعملي اقل كمان، ده يكفي 5 طفرات المخروطة دي وازيد، وممكن يفيض منها. طبعا انا ما طولتش معاكم في عجينها عشان ما اطولش معاكم في وقت الفيديو. شايفين هي عجينتها ما بتشدش ولا لها مط ولا حاجه، بتفتح كده عشان هي لابسه وناشفه. ودي اهم حاجه عشان المخروطه تطلع ناجحه معاكي. ما تلينهاش بالميه خالص. هتجيبي صينيه بتاعتك اللي هتعملي فيها، حطي فيها شويه الدقيق وكتري الدقيق في المرحله دي، ما تتخفيش. كورها الكور بقى زي ما انت عايزه، كبيره صغيره على حسب ما احنا عايزين. انا عملتها حلوه صغيره كده قد الليمون. بدمغ العجينه في ايدي بس شويه كده حلو، لان هي بتحب ان انت تخدميها حلو في العجين. هي بتعذب شويه في عجينتها، بس لما تخدميها حلو وعجينتها ناشفه تطلع معاكي ناجحه. جيبوا فوطه مطبخ صغيره كده وهنغطيها رحنه، طبق الدقيق، المفرش بتاعك واخبزيه، او حابه تقعدي بقى على الارض اللي يريح. والدقيق ما بيعيبهاش في المرحله دي، ما بيعيبش العجينه بتاعتك. كتري لها دقيق وما يهمكيش. ان احنا عايزين العجينه كل ما بتبقى ناشفه شويه معانا، كل المخروطه بتاعتك ما تطلع ناجحه. ما تكلكحش، ما تلزقش، ما تعملش تشبط في بعضها كده وهي نازله من المكنه بتخرطيها، ولا تبقى مكعكه كده. طبعا برضو خبزت الكميه كلها وما حبيتش اطول عليك وقت الفيديو. دول اللي احنا عملناه. هنجيب المكنه بتاعتنا. على فكره هي ما ساعدتنيش، وديتها على الطبليه. هي على الطبليه عشان بتربطيها وبتكون افضل. ساعدتنيش في المطبخ كده، انا حاطه صينيه وحطيت عليها فوطه عشان تمسك. عكستني شويه، فلقيت نفسي مش هخلص. طبعا لو مكانتك بتطلعها تخينه شويه، يعني انت اللي مش عاجباكي كده، هتقومي فردها على نوبة تانية، عايداها نوبة تانية كمان. شايفين لا بتتقطع ولا بتتفرفد بعد ما خبزناها وما سبتهاش ترتفع. انا اشتغلت فيها على طول. دي حلاوة المخروطة، ان انت تشتغلي فيها على طول، ما تسيبيش حاجتك العجينة بتاعتها ترتفع. حطيناها على الصينية، وطبعا حابة ترصها على صواني، حابة تفرشي قماشة نظيفة على الفرش عندك على الأرض، على السجادة أو حاجة، وتحطيه، أو تشيلي سجادتك عشان ما تعفشهاش وتفرشيها على البلاط بالقماشة نظيفة وتحط عليه،
او طبلية او صواني. طبعا عملت الكمية برضو كلها معاكم، ما حبيتش اطول عليكم برضو وقت الفيديو. رصيت على الطبلية والصواني وقعدت عملناها كده على الطبلية، ان كده المكنة ثابتة معاكي، ربطناها في الطبلية ثابتة معاكي مش هتعذب. لو وصلتوا معايا لغاية هنا متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، حرمشي منكم يا رب. ودعوة حلوة لمرضانا وأمواتنا أجمعين، يرحمهم يا رب العالمين، يرحم موتانا ويشفي مرضانا، اللهم آمين. اجعلها جمعة مباركة عليكم يا رب كده وعلى أولادكم. إن النهاردة الجمعة بقى نبقوا ملمومين قاعدين من المدرسة، اللي معلهوش دروس عايزين أكلة حلوة كده سمين. طبعا برضو ما طولتش معاكم وقت الفيديو، عملنا الكمية كلها زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله عليها. دي لسه عجين هنحط في البواخ او الحلة بتاعتي البخار. طبعا احنا بنحط مية سخنة والملح وبنحطها على المصفى كده، واهم حاجة ان المية بتاعتك ما تكونش طايلة قعر المصفى عشان ما تعجنش منك. حتة قماشة حلوة كده نضيفة، شال ابيض من نضاف جاي من عند الرسول كده عليه الصلاة والسلام، بيبقى نضيف. حد من الحج كده جايبهولك لابنك لجوزك ومستغنية عنه، يكون نضيف وتعملي بيه. لا اله الا الله. او طرحة بيضة نضيف. طبعا البطة بتاعتنا طابت. هنا بقى البطة بتاعتنا كانت خلاص قربت تستوي، شلنا حتة الطماطم اللي فيها برضو والورق اللورة وسمناه. طبعا مسخنين بقى شوية سمنة بلدي حلوين كده سخنة جوه دوب ساحت بس كده، تنزلي عليها بالمخروطة بتاعها على المخروطة بتاعتك دي بقى على حسب رغبتك انت في السمنة، ممكن تخليها سمنتها زايدة شوية او بسيطة. طبعا بالشوكة دي بتاع طقم التوزيع وبتفرفريها كده عشان هي بتبقى سخنة على ايدينا. ده بعد ما طابت وقلبناها نوى في البواغ بتاعها، هنردها تاني تسخن وتاخد من سمنتها، تشرب من سمنتها في حلة البخار. وايه رأيكم في المخروطة بتاعتي؟ والبطة بتاعتنا حمرناها وطابت كده، منحرمش منكم يا رب، ومنكم نعمة في حياتي. تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. طبعا لو هتاكلها بالمعلقة احنا مقطعينها هتعرفي تاكليها، او ولادك هيعرفوا ياكلوها، مش لازم نسيبوها حبل طويل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.